ورحمة الله وبركاته. حضرتم من المخالفين؟ شلون صوتك ناصي؟ أقول لك حضرتكم من المخالفين؟ لا أنا قلت أسلم عليك، أنا ما أدخل بيش مواضيع. أنا أحبك والله. الله يرعاك. بس أنت حضرتك من المخالفين لو من الموالين؟ ماكو مشكلة. من المخالفين. منو الذي قتل الإمام الحسين؟ الشمر. الشمر إلما الراجح هذا رمز عند السنة لو عند الشيعة؟ لا عند السنة طبعا. ها شلون رمز عند السنة يقتل الإمام الحسين؟ زين هو شلون قتل في كربلاء وانتم رضيتوا على هذا الشيء؟ وين احنا رضينا عليه؟ يعني رسول الله مات بالسعودية، يعني للسعودية رضوا؟ لا انتم ليش ما دافعتوا عنه؟ لا وحده انت اخرجت لنا قرينه حلوه بما مات في العراق فانتم راضين، يعني لما رسول الله سموه بالسعوديه يعني السعوديه راضين؟ زين انتم ما تقولوا احنا زين. هسه مو انتم بس اوقف، ادري بك انت ضايج وزعلان وتريد تجر الحوار للنفرزه، قاعد اتكلم وياك من المنطلق الذي انت جئت به، تقول الحسين كيف يقتل في العراق فبمعناته انتم مشاركين، على هذه النظريه اللي عندك، رسول الله ايضا مات بالسعوديه دسوا له السم، هل بمعنى السعوديه راضين بقتل رسول الله؟ لا طبعا ما راضين. اذا هذه النظريه التي جئت بها اسقطنا. سؤالك الحجه الثانيه، كيف اهل العراق قتلوا الحسين؟ تفضل. هو اهل العراق ما قتلوه، هو الشمر وين يرجع اصلا؟ للشام مو صحيح؟ احسنت بارك الله فيك. لعد كيف تتهمون شيعه العراق؟ لا انا ما اتهمت، انا قلت ليش ما دافعوا عنه يعني. منو اللي ما دافع؟ منو مثلا؟ مثل منو؟ يعني ليش مثلا طلعوا جيوش اي وفكروا اسرى الحسين وما خلوا احد يقتله؟ يعني قصدك ليش ما طلعت جيوش تناصر الامام الحسين، صح؟ اي صحيح. عندما نريد ان نعتب على القاده لو على الناس العوام البسطاء؟ لا على القاده طبعا. القاده كلهم في السجون، طلع لي قائد شيعي موجود مو بالسجن، المختار الثقفي بالسجن، قاده ويا ميثم التمار كلهم 500 قائد انسجنوا، قاده البصره اجوا لنصره الامام الحسين، جاءوا من البصره تعدادهم 25,000 مقاتل، عبيد الله ابن زياد دفع لهم قوه بحيث هم ما قدروا يوصلون لكربلاء، لما وصلوا لكربلاء لقوا الامام الحسين مقتول، وبالدليل بعد مقتل الحسين انتقموا وقاموا ثوره سموها ثوره التوابين. طيب رموز السنه وينهم؟ السنه؟ اي رموزهم وينهم؟ أنا ما جاي أحكي على السنة، أنا حكيت لك على هذا. سقطناها مالت الشيعة، قلنا إن الشيعة في السجون وموجود التاريخ والمختار الثقفي خرج متأخر وخذ ثار الحسين، التوابين اللي هي سليمان القائد البصراوي اتفق مع القائد الكوفي وقاموا ثورة سموها ثورة التوابين، وما لحقوا على أن يأخذون بثأر الحسين لأن عبيد الله بن زياد دفع يعني جيش، بل إن القائد الكوفة الذي كان قبل عبيد الله بن زياد كان رجل شيعي ويوالي آل محمد، لما شعر يزيد أناحه عن الكرسي وخلى عبيد الله بن زياد، إذا القائد كلهم مستضعفين وكلهم في السجون، إذا الشيعة عندهم دليل وعندهم علة إن القادة كلهم في السجون. رموز السنة وين الذين يحبون رسول الله وأهل البيت وينهم؟ زين أنت تقول القادة كانوا بالسجن صحيح؟ أي 500 قائد في السجون. أي 500 قائد. زين أنا هسه من أشوف قائدي بالسجن ليش ما أني أكون شخص واحد إنه أني أشجع هذا الشخص هو يصير قائد؟ أنت قلت نعتب على القادة، هاي عالم بسطاء هي بسرعة تنخدع، من الممكن تنخدع وما ينعتب على العوام، العتب على القادة إذا خذل، أما العوام هاي يذهبون مع كل الريح. حجتك ضعيفة. الآن سؤالي للمرة الثالثة سألك ما قاعد تجاوب، رموز أهل السنة وين؟ والله الحجاب صراحة. زين شنو رأيك ان قاتل الحسين نترضى عليه لو نلعن به لكون قاتل الحسين؟ لا سؤالك هذا شو ما يقدر يقول للعن به. يعني انتم ما ترضون على قتل الحسين يا يبا عوفك انتم، انا سئلك وقلت لي انتم، عوف اللي انتم، انا قاعد اسئلك عوفنا، احنا ما موجودين عمي، احنا مشاركين، اترك انا جاي انا قاعد اسئلك، انا قاعد اسئلك انت تقول لي انتم. خويه الذي يقتل الحسين في المعتقد السني يلعن لو يترضى عليه؟ لا يلعن طبعا.
ليش قتلت الحسين عندكم تترضون عليهم من قبل علمائكم؟ من يرضى عليه؟ أحمد الإمام أحمد بن حنبل يترضى على عمر بن سعد قائد الجيش الذي قاتل الحسين في كتاب مسند أحمد بن حنبل، ويعتبره ثقة في نقل الأحاديث، ويعتبر من التابعين الصالحين. أنا دولة ما أعترف فيهم. دولي ما نعترف بهم، أنت اللي ما تعترف بهم، أنت اللي ما تعترف بهم. والإمام أحمد بن حنبل وضع لك قواعد التوحيد، يعني أنت من دون أحمد بن حنبل توحيدك ساقط. قاعدة التوحيد التي وضعها أحمد بن حنبل لا تعطيل لا تأويل لا تكييف لا تشبيه، هذه هو التي وضعها. فأنت من تنكر أحمد بن حنبل مو مثل ما تنكر جبار بالفلافل، فعندما ترد بالردود علمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو ردك على الإمام الغزالي وكتاب السواعق المحرقة؟ يقول لا تتحدثوا في مقتل الحسين فإنه يبغض الصحابة. إيش علاقة الصحابة بمقتل الحسين؟ ما لهم علاقة الصحابة بقتل الحسين. ما لهم علاقة. حلو. ما لهم علاقة الصحابة. تذهب إلى كتاب ابن كثير، كتاب البداية والنهاية، وكتاب الذهبي، وكتاب تاريخ الطبري، إن 5 من الصحابة كانوا جالسين مع يزيد وعبيد الله بن زياد. حتى الإمام السجاد قال ويحك يا أنس بن مالك لطالما رأيت رسول الله يقبل الحسين، لطالما رأيت الحسين رسول الله يقول إن الحسين سيد شباب أهل الجنة، فلماذا تجالس مع يزيد ورأس الحسين على الرماح؟ هذا أنس بن مالك. سألك يا فكرة لك حط لك دقيقة، الكتاب قدامي هسه. ويا كتاب وانت والكتاب شنو اللي يمك؟ الكتاب اللي يمك شنو هو؟ شو اسمه الكتاب اللي يمك؟ هسه انت قلت شنو علاقة؟ لا وقف. الكتاب اللي يمك ايش اسمه؟ انا جابك نقطة. لا عوف النقطة، انا متنازل. لا بس ما رخصك. هد عوف النقاط. الكتاب اللي يمك شو اسمه؟ الكتاب اللي يمك شو اسمه؟ عوف الكتاب. لا انت قاعد تكذب امام العالم، تقول كتاب يم وقاعد تكذب علي. طيب ما تكذب. ما كذبت. شو اسم الكتاب اللي يمك؟ ما اقول لك اسمه، حتشد بعض الكتاب اصلا. والله ما راح اتشذبه. شو تقول بالكتاب اخذ به. شو اسم الكتاب اللي يمك؟ والله كذب. شوف سيد، انا يا اخي قاعد اقول لك بس ما رخص، قاعد اقول لك ما اكذبه. الكتاب اللي يمك شو اسمه؟ كن جريء وقل باسمه. بس ما تكذبه؟ والله ما كذبه. شو اسم الكتاب؟ متاكد؟ والله العظيم كذاب، وما يمك كتاب، بيدك موبايل اصلا وقاعد تكذب على العالم. كذاب. شوف يلا طلع الكتاب. شو اسمه اللي يمك؟ تفضل. دقيقة. صوت الكيبورد ترى قاعد يطلع بالبث. لا مو كيبورد ابويا، ما يخالف. يمك كتاب. اي يا بس اعطينا اسم الكتاب، ما طلبنا منك بطل دم، اعطينا اسم الكتاب. شو اسمه؟ دقيقة. اسم كتاب بس تبغى ولا تقرا الاسم؟ ترى انت اقول لك هسه انت جاي تاخذون ساعات. حبيبي ما طلبت منك المستحيل. لم اطلب برؤية ربك الامرد، كل ما طلبت اسم الكتاب فقط. شو اسمه؟ بعد كيبورد، بعد صوت الكيبورد قاعد يطلع انه بيكذب. عينك. لا سيد والله مو كذب والله. ليش تكذب على العالم؟ مو عيب؟ يعني مو كره لك. مو كره ابويا، ما انت تحبني، ما يخالف تحبني. ليش تكذب على العالم تقول الكتاب كاظه بيدي؟ مو عيب؟ ما تستحي؟ انزل كبس. شو انا قلت لك؟ انزل كبس. شلون كلاوتشي تكذب؟ عينك. هذا هو دينهم، مبني على الكذب. نوب الكبر قاعد يطلع اسمه يمنا طق. انا لله وانا اليه. يا اخي لا، متى تنصرون دينكم بالكذب؟ هذه امام الناس وامام الجمهور. اهل السنه والجماعه رموزهم في كتبهم متهمين بقتل الامام الحسين سلام الله عليه. ويقول لي مولانا يزيد لم يقتل الحسين. طيب راس الحسين شو يسوي بالمسجد الاموي؟ القصر الاموي شو يسوي يمه؟ راس الحسين سلام شو يسوي؟ وش عد يزيد مخلي راس الحسين امامه؟ شلون ما قاتل وشلون راس الابي عبد الله هنالك؟ يعني شيء غريب والله. يا احبتي ينصرون دينهم بالكذب. والله العلي العظيم لا توجد عندهم حجه. مشاركين في قتل الحسين سلام الله عليه، وكلها مصادرهم تقول بذلك. والمشكله العلماء يقولون، هم علماءهم اقروا بذلك. حتى صار يقول احد العلماء، يقول حتى كنا نعيب احدنا اذا تحدث بمقتل الحسين. يلا والله بالله عليك، اكو واحد يعيبون عليه ويعيبونه
لنتحدث بمظلومية الحسين؟ بعد لماذا علماء السنة يقول كان أحدنا إذا تكلم بمقتل الحسين كنا نعيب عليه؟ ليش؟ حتى لا تتيسر، كما قال العالم السني، يقول حتى لا تتيسر فتتشيع، فلا يريدونك أن تتحدث بيوم كربلاء، لأن كربلاء كما قلت سابقا ستجر المطلع والمفكر والذكي والعاقل إلى معركة النهروان، ونهروان ستجره إلى صفين، وصفين ستجره إلى معركة الجمل، ومعركة الجمل ستجره إلى انقلاب السقيفة، وفي التالي يتبرى من المراحل التي مر بها أبو بكر وعمر وعائشة أم الجمل، ومن معاوية ويزيد والى آخره، سقط السني كله. فلهذا ما يردونهم يطلعون، لأن كربلاء راح تجره إلى يزيد، ويزيد يجره لمعاوية. ليش يزيد قاتل الحسين؟ لأن كهدنا بين الحسن ومعاوية. معاوية شبيه؟ قاتل علي بن أبي طالب في صفين ورصف معركة الجمل، وراح تظل الجرة إلا أن السني يتشيع. السني يتشيع، فلهذا لا يريدون أن يعلم ماذا يجري في كربلاء. طيب يريدنا واحد يصعد ويانا فد فاهم ذكي يثبت لنا أو ينزه معتقده بأدب وباحترام، إن وجد المؤدب إن وجد صحح الخطأ إن وجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك الشيخ علي؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله. حضرتك من أهل الخلاف؟